السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا في أفضل الأحوال بإذن الله وعواشركم مبروكة بصحة وسلامة. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحضروا حلوة بدون فرن بالشوكولا، كتجي رائعة وسهلة وبسيطة وبمكونات اللي هي بسيطة وكتجي مقرمشة ولذيذة. إن شاء الله تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم. وإلا كنتي أول مرة كتشوفي القناة ديالي ما تنسيش تشاركي وتفعلي زر الجرس باش يوصلك دائما الجديد من الوصفات. والف مرحبا بك في القناة. والان غادي نخليكم مع المقادير والطريقة التحضير ديال هاد الحلوة اللي بسيطة وكتوجد في دقائق. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة لهنايا هاد الحلوة المقادير ديالها هي كنستعمل فيها الكاوكاو. هنا عندي رابعة ديال الكاوكاو 250 غرام اللي حمرتها في الفران مع معلقة ديال الزيت. وهنا عندي بسكوي، تستعملوا اي نوع يكون ما فيهش يعني هكا بسكوي ناشف. هنا عندي 150 غرام. وهنا عندي الفايتين حتى هو كيعطي واحد الاضافه رائعه، واحد القرمشه رائعه لهاد الحلوه. وإلا ما توفرش ممكن تستغناو عليه، ولكن ممكن تخدموه في المنزل، راه ساهل وبسيط. نخلي لكم الفيديو ديالو في صندوق الوصف، كيوجد حتى هو دغيا. وعندي الشكلاط، ممكن تستعملوها حتى بالشكلاط بالحليب ولا اي نوعيه الشكلاط بغيتو. صافي هنايا كنقبض داك الكاوكاو اللي غادي نطحنوه. المهم ما تنطحنوش حتى كيطلق ليدام، وفي نفس الوقت ما كنخليوش هكا طريفات كبار. المهم كنطحنوه كيتهرمش لينا مزيان. وتنديروه في شي اناء. هاد الحلوه كتجي رائعه بالكاوكاو، وإلا بغيتو ديروا يعني مكسرات وحده اخرى وبنفس الطريقه حتى هي كتجي زوينه، يعني نديرو بالكركاع او اللوز. وتناخدو البسكويت حتى هو نطحنو. تنضيفوه على الكاوكاو. وكنولي نخدم الفويتين اللي كيجي رائع. هذا كنصاوبو في الدار، راه كيتصاوب دغيا دغيا. كيعطي واحد الاضافه زوينه لهاد الحلوه. هنا فاش خدمتو كنت ما فرتتوش مزيان، يعني دابا عاد هكا كنضغط عليه غير بيدي هكا شويه باش كيولي صغير، ما يبقاوش هكاك طريفات كبار. بالنسبه للكميه ديال الفويتين راه هنا عندي 40 غرام. وكندمج هاد الشيء، هاد النواشف كندمجهم، ومن بعد الشكلاط ديالي اللي ذوبت حمام مريم كنبدا نضيفو، هو اللي غادي نجمع به هاد الحلوه. اللي بغى يعني يجمعها بالعسل اللي فضلته، ولكن بالشكلاط كتجي افضل. ما نضيفوش كميه كبيره، كنبقى نضيف غير بشويه وكنجمع. المهم القياس اللي يجمع لي الحلوه فقط، ما نكثروش فيها الشكلاط. حلوه اللي سهله وبسيطه، نوجدوها في اخر دقائق يكونوا جايين الضيوف اولا المهم بمناسبه العيد. المهم حلوه اللي كتوجد دغيا وسهله وسريعه بدون فرن. صافي هنا كنضيف الشكلاط الكميه اللي كتبقى تجمع ليا هاد الحلوه، يعني تجمعها لي ونقدر نشكلها كويرات فقط. صافي هنا كندمجها شويش بيدي وكنبدا نشكل كويرات الحجم اللي بغيتو حلوه تجي صغيره اولا كبيره. المهم انا هنا درت كويرات بحجم متوسط. كنبقى نضغط هكا شويه عليها باش كتجمع، ما تبقاليش يعني فارغه من الوسط تحل ليا. كنضغط على هاد الكره مزيان باش تبقى متماسكه. وهاد الكميه اللي درت ديال ربعة الكاوكاو مع 150 غرام ديال البسكوي، 40 غرام ديال الفيتين، راها تعطي واحد الكميه ديال هاد الحلوه لا باس بها، كتعطي واحد الكميه. صافي تنستمر حتى كنكمل الكويرات ديالي كاملين. هذه هي الكميه اللي عطاتني. وغادي ندوز بالنسبه للشكلاط عندي اللي كنت مذوبه باش نضيفو له واحد اللمسه زوينه كنضيف له
شوية ديال المكسرات اللي بغيتو، بما أنني صُبتها بكاوكاو فضفت لها كاوكاو، مهرمش هكا، طريفات شوية كبار باش كيبقى باين ليا في الحلوى. وكنبدا نوضع داك الكويرات ديال اللي وجدت في الشكلاط. وكنديرهم في يعني فوق الورق ديال الفرن، وكنستمر بهذا الشكل حتى كنكمل الكويرات كاملين أو الحلوى ديالنا. ممكن نخدموها حتى بالشوكولا أبيض إلا بغيتو، أولا بالشكلاط بالحليب كتجي رائعة. وكل ما كانت الشكلاط نوعية زوينة كيكون المذاق ديالها أفضل. هنا كي كتشوفوا راه كنخليها غير فوق سطح العمل حتى كيجمد ليا داك الشكلاط. هنا من بعد ما جمد ليا نبقى نديرها في الكويغطات ديالها، كويغطات صغار. وهذا هو الشكل ديال الحلوى، راه كتجي زوينة وسهلة وبسيطة. هنايا مين كنحطو داك الكويرات كيبقى داك الشكلاط لتحت، من الأحسن كنزولو هكا غير بيدي، عاد كنديرها في الكويغط ديالها. وإن شاء الله نشارك معكم يعني العديد من الحلويات اللي هكا باردة بدون فرن بالكراميل وبزاف ديال المذاقات بإذن الله في فيديوهات مقبلة. وهذه هي الحلوة ديالي هنا كتشوفوا، غادي نحل معكم وحيدة باش تشوفوا من الداخل راها كتجي في هذيك القرمشة ما بين الكاوكاو ما بين داك الفيتين، كيجي رائع. حليوة سهلة وبسيطة بدون فرن، كنتمنى أنكم تجربوها وتعجبكم بإذن الله. وإلا كنتي أول مرة كتشوفي القناة ديالي ما تنسيش تشتركي وتفعلي زر الجرس باش يوصلك دائما الجديد من الوصفات. وألف مرحبا بك في القناة، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. خليتكم على خير ومع السلامة.